السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. الفيديو بتاعنا نزلناه اسعارنا اللي هي نار على الاخر. يلا بينا نعمل فيديو النهاردة تشجيعي جدا جدا جدا. هحمسك ان انت تنزلي تاكلي اكلة محاشي حلوة جدا. وطبعا شوفي اسعار المحاشي قبل ما تنزلي تجيبي شوفي الاسعار. متنسيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايديكي. اللايك بيرفع الفيديو شوية ومشاهدة كاملة ارجوكي للفيديو. بعد ما قطعنا الكرنب كده من عند الراس كده من فوق، قورتها بنفس الشكل بالسكينة، ونزلت بمية سخنة فيها معلقة من الكمون ومعلقة من الشطة والملح. نزلت بأسهل طريقة لسلق الكرنب من غير ما تتهدر منك ومن غير ما تتقطع منك. انزلي بالجنب تمام ولفيها دايما ما يدور، هتلاقي الورقة بإيدك بيطلع بسهولة في منتهى الجمال. يعني الورقة بتطلع معاكي سهلة جدا من غير ما تتهدر خالص نهائي. الورقة عندي لسه مستواش، انا هرجعه تاني يستوي. يعني هعمل الخطوة ديت عشان خاطر بس ما هقدرش في الورق طبعا بتاع الكرنب. الخطوة دي هعملها في الكرنباية كلها، وبعد كده هبتدي ان انا اسلق الورق تاني بنفس الشكل. الموضوع سهل جدا جدا جدا. هاخدهم تاني وفي المية هسلقها سلقة تانية. لو انت بتجففي انزلي واطلعي بيها على طول. لو انت طبعا هتسلقيها وهتاكليها في نفس اليوم اتكي عليها شوية في السوا، بس طبعا مش اقل من دقيقتين. خلاص كده بنفس الشكل سلقنا الكرنب. على السريع كده نمسك الطماطم بتاعتنا، مش بضرب في الخلاط ولا حاجة. انا اول حاجة بعملها بسلق الطماطم عشان طبعا بشيل منها بقى القشر والكلام ده كله، بتبقى معجون طماطم حلو جدا جدا. بعد ما اتسلقت على طول بسيبها تبرد وبضربها بالخلاط بالهاند بلندر باي حاجة عندك. تمام. هنعمل تسبيكة على الماشي كده. معايا كده 4 بصلات. نزلت بمعلقتين من السمنة و3 معالق كده من الزيت عشان عندي كمية طبعا كبيرة. بصوا سامحوني على صوتي تعب تاني، وجع تاني طبعا، تعب تاني، سامحوني بجد. قلبت البصل تقلبتين، ونزلت ب 3 قرون كده من الفلفل سبايسي. لو عايزه اختياري تمام شيليه خالص، استبدليه بفلفل كوبي. نزلت بالطماطم عليها معلقتين من الملح، ونزلت فلفل اسمر، كمون ديت نص معلقه كده من جوز الطيب او ال7 بهارات. اختياري جوز الطيب او ال7 بهارات، بتدي طعم حلو جدا جدا للمحشي. خلاص هسيب بقى طبعا الطماطم تتسبك. تمام. هنا بقى البدنجان قورته، احنا كنا بالليل بقى. قورت البدنجان، سهرت عليه كده قورته، حطيته في ميه بملح. والفلفل طبعا نضفناه. الطماطم عندي كانت جاهزه، والكرنب عندي جاهز. هنا بقى الخضرة طبعا كنا خلاص احنا بالليل بجيب فوطة مبلولة، وهي بتكون طبعا مندية او بتكون فيها مية، وبلفها دايما ما يدور كده وبدخلها التلاجة على طول. هننام بقى، نمنا وهنصحى الصبح كده على خير ان شاء الله. نعمل ايه؟ اول حاجة اعملها كده همسك الخضرة هقطعها. الخضرة ديت اللي اتكلمنا عليها وقلنا ديت ب10 جنيه. الخضرة غالية جدا جدا في السوق، فطبعا ب10 جنيه ولا حاجة خالص يعني. همسك الكرنب بقى، ابتدي ان انا هقطعه من غير ما احضره ومن غير ما اشيل منه اي حاجة خالص. الطريقة المظبوطة اللي عمري ما هغيرها في الكرنب خالص نهائي. بشيل العود بنفس الشكل وبقطعه بنفس الطريقة. بقطعه على حسب الحجم اللي انت عايزاه، عايزه اصغر او عايزه اكبر. انا الحجم ده المظبوط اللي بالنسبه لي اللي هو كده ايه على قد الصبع. بصوا بتنيه تانيتين او 3 على حسب الورقه، وبقطع الورقه على 3. بصوا الحجم ده اللي انا بحب اعمله. ما بحبش اعمل اكبر من كده او اصغر من كده. تمام. في ناس بتحب تعمل اكبر، في ناس بتحب تعمل اصغر. الطريقه اللي تعجبك اعمليها. قطعنا الكرنب كله بنفس الطريقة، والخضرة عندي جاهزة. طبعا كلنا بنعمل خلطة المحشي بنفس الطريقة
مفيش اختلاف عليها. في ناس بتحب تشوح الرز، انا ما بحبش اشوحه. انا بغسل الرز وبنزل بالخضره بتاعتي وبعد كده بنزل بالصلصه. الطريقه دي ما بختلفش عليها خالص وعمري ما بغيرها خالص نهائي في اكلات المحاشي اللي عندي. طبعا اي نوع محشي بعمله بنفس الطريقه، بس الاختلاف عندي ممكن احمر البصله بتاعت الصلصه او ممكن اخليها ني في ني. دقت الصلصه عندي طبعا لقيتها عايزه ملح، حطيت شويه ملح تاني. هبتدي ان انا طبعا اول حاجه طبعا اللي بياخد معايا وقت كبير هو المحشي. دي الطريقه بتاعتي في لف ورقه المحشي عندي بنفس الشكل. بحطها على صوابعي وببتدي ان انا بحط شويه رز مش صغيرين ومش كتير قوي، وبلفها دوران دوران كده لغايه ما هي بتتلف معايا على طول بكل سهوله. بصوا سهله خالص، ما فيهاش اي مشكله، يعني اي واحده تقدر تعمل الموضوع دوت. هبتدي بقى اقعد على جنب كده واعمل الحله بتاعتي على مالي خالص، وان شاء الله ما خدتش معايا وقت خالص نهائي. الفلفل عندي بنفس الشكل بحشي نصه، ما بحشوش كله، بحشي نصه. هعمل طبعا كل كمية عندي بنفس الطريقة. البدنجال عندي لما بيته لونه اتغير، بس هيرجع تاني يسود في الحلة اللي في السوا. يعني بصوا لونه من بعيد تحس اللي هو لونه موفي شوية، اسود على خفيف خالص. لونه هيرجع يسود تاني في النار وهتشوفوا معايا بعينيكوا في الاخر الشكل عامل ازاي. طبعا بسيب عقلة من فوق الوش كده عشان طبعا لما يستوي. هنا بقى خلاص كده على السريع بقى هبتدي ان انا اسقي. دي شوربة الفراخ عندي. طبعا ما صورتش معاكم الفراخ اعملوها بقى الطريقة اللي تعجبكم. هنا هسقي البدنجال، زودي الشوربة شوية عشان بياخد سوا. وطبعا الفلفل ببتدي ان انا احط له معلقه صغننه كده من الصلصه، للمنظر بتاعه بيبقى جميل جدا في الاخر، هتشوفوا بعينيكم. وببتدي ان انا اسقيه بالشوربه. ما عندكيش شوربه ممكن مرقه عادي خالص، مفيش اي مشكله. طبعا بزود له شوربه بتاعته بس ما بحطلوش شوربه كتير عشان خاطر مش بياخد سوا على النار. الفلفل بيستوي بسرعه. ده كده شكله النهائي. بصوا شكله حلو ازاي. هرفعه على النار. جينا بقى ايه للحله بتاعتنا الجباره. بصوا بقى الرصه بتاعتي لا اختلاف عنها اصلا يعني. بحط معلقتين صلصه كده من فوق الوش، وببتدي ان انا احط الشوربه بتاعتي. بحط من الجناب اكتر حاجه، بحط من الجناب، ما بحطش الشوربه في النص، بحطها من الجناب. ومش بملى الحله على اخرها، يا دوبك بسيب عقله كده من تحت اخر صف انا عملته. برفعه على النار على طول. بس طبعا بهزه كده زي ما انت ما شفتي كده، بهزه كده هزتين على الرخامه، او انزلي في الارض زي ما انا ما نزلت، وبلفها لفتين على الخفيف خالص وبرفعه على النار. الفراخ عندي بعد ما سلقتها حطيت عليها شويه صلصه وشويه ملح وفلفل اسمر من فوق الوش كده وشويه زيت، ودخلتها الفرن على طول. شكل المحشي بعد ما استوى، الباذنجان لسه طبعا بياخد سوا. بصوا شكله اسود ازاي. وطبعا الفلفل عندي استوى، الفراخ عندي جاهزه. ويلا بينا نعمل الملوخيه. طبعا عملناها معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات على ما اظن. دي الملوخيه اللي انا طبعا كنت مفرزاها معاكم. طلعت المحاشي وحطيتها في صينيه ودخلتها الفرن. اخدت وش كده، بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. جربوا الخطوه دي وخلي المحاشي تاخد وش كده شويه، طعمها بيختلف. الباذنجان عندي بصوا اسود تاني ازاي، رجع اسود تاني. جمال المحشي وريحته في البيت بتدي بهجة كده وفرحة في البيت. ده شكل المحاشي. بصوا اللي صبعه بصبعه. يعني مين جاي معايا؟ اللي جاي يكتب لي في الكومنتات. طبعا الملوخية وخضرها اللي كنا طبعا مفرزينها مع بعض، والفراخ عندي بعد ما نشفتها في الفرن كده شكلها وطعمها حلو جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايديكم. اسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.